حبايب تيتا ميمي، أنا هحكي لكم النهاردة عن حكاية غريبة. لما العروسة تموت في قلب فرحها وتبقى الدنيا دي ولا حاجة، الفرح يتقلب لميتم. أجمل لحظات العمر بتتغير وتبقى آخر لحظات العمر. نانسي ميخائيل اللي فرحها النهاردة وطلعت على الكوافير وعملت شعرها وحطت الميك اب ولبست فستان فرحها بعد ما جهزت شقتها وفرشتها، واليوم كان يومها. راحت يا حبيبتي على سيشن وتصورت صور الفرح بفستان الفرح، وكانت سعيدة. وراحت على الكنيسة علشان تعمل الإكليل بتاعها، وفجأة تعبت وقالت حاسة بضيق شديد وتعبانة، ووقعت ما كانتش فيها نفس وهي لابسة فستان الفرح وجنب عريسها. والمفروض دي اللحظة اللي كل بنت بتتمناها، وكمان مامتها كانت بتتمنى اليوم ده، وعريسها واقف جنبها، وكل واحد بيحبها بيتمنى يشوفها بفستان الفرح وتكون عروسة. بس للأسف وقعت وماتت في أجمل يوم في حياتها، وطلعت على المستشفى بعد ما كانت اتوفت، والدكتور قال هبوط في الدورة الدموية. حبايبي تشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل حكاوي ونصايح تتميم الجديدة. والكل كان في ذهول من اللي بيحصل. يوم الفرح اتقلب للحزن وموت. ربنا يرحمها ويصبر أهلها ويصبر عريسها وكل حبايبها. نانسي ميخائيل عروسة المنيا من بني مزار، وكانت زي كل بنت بتحلم بليلة العمر اللي هتلبس فيها فستان الفرح الأبيض، وما تعرفش إن ده اليوم اللي هيكون آخر يوم ليها بالدنيا بعد ما جالها هبوط حاد في الدورة الدموية. وقالوا هيدفنوها بفستان الفرح في مقابر الأسرة. ربنا يرحمها برحمته. ونصيحتي ليكم حبايبي إن الدنيا دي من فاتة ومحدش واخد منها حاجة، والموت بيجي في أي لحظة. طولة العمر ليكوا لازم نعمل حسابنا في الآخر. سيبوا ذكرى حلوة تفتكروا بيها بعض. اسألوا على بعض وعلى التعبان وعلى اللي نفسيته تحت الأرض.